السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم واحد الفيديو مختلف شويه على الطبخ. غادي نحضروا الصابون سائل لليدين. كيف ما ممكن نديروه بزاف ديال الاستعمالات، ماشي غير اليدين، ممكن نوظفوه باش نغسلوا به الماعن، ممكن نديروه في مسحوق ديال سائل ديال باش نصبنوا الحوايج. يعني كاين عده استعمالات، ممكن نديروا جيل دوش، يعني على حسب الاضافات اللي غادي نضيفوا معاه. انا هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحضر معكم غير فقط لليدين، يعني صابون سائل لليدين. فخديت واحد الصابونه ديال ديتول كبيره، حكيتها في واحد الحكه كتكون رقيقه، من الاحسن تكون رقيقه باش دغيا تذوب معنا، ما تاخذ ليناش وقت بزاف. وكنبغي نشكر الاخت نجاة، واحد الصديقه ديالي، هي اللي قادت هاد الوصفه، كنشكرها بزاف. من بعد ما حكت داك الصابونه، درتها في واحد الطنجره اولا كاسرونه ولا اي حاجه، المهم غادي طيب فوق العافيه. وغادي تضيف واحد 2 اطرونص ديال الماء باش ما يجيناش الصابون يعني قاصح بزاف وما يجيناش جاري. يعني صابونه كبيره القياس ديالها هو هذا 2 اطرونص ديال الماء. فكيف ما قلت لكم يعني ممكن تضيفوا اضافات بحال مثلا داك الزيوت العطريه اللي كيتباعوا في الفرماسيان، ممكن اننا ناخذوهم وكنديروا قطرات من اي زيت اللي بغينا، بحال مثلا زيت الخزامه، زيت الياسمين. يعني بزاف ديال داك الروائح كاينين، يعني كاينين بزاف ديال الزيوت العطريه، كتختاروا نتوما اللي كتفضلوا. ما كانوش يعني ماشي اشكال، يعني حتى هاد الصابون يعني تيكون فيه ريحه زوينه ديال ديتول. ممكن اللي ما بغاش يدير ديتول ممكن يدير غير صابون الحجره عادي، يعني اي صابون كتفضلوه وكتستعملوه هو اللي تضيفوا. من بعد ما ضفنا 2 طرونس ديال الماء، غنشدو واحد الطراب غير يدوي وغادي نبقاو نحركوه مزيان شي شويه حتى كنحسوا باللي بدا كيذوب ديك الصابون ديالنا. من بعد غادي نديروه فوق البوطه، تكون العافيه متوسطه، يعني ما نجهدوش بزاف باش ما يتحرقلناش. وكنستمروا في التحريك، هو كيطيب كنستمروا في التحريك. من بعد كيف ما شفتوا كنبدلوا المغرفه، غادي نديروا نستعملوا مغرف خشبيه من الاحسن. كنبداو نحركوا كيف ما كتشوفوا هنا، راه بدا كيذوب شي شويه، يعني راه ما بقاش كيما كان في الاول. صافي كنستمروا في التحريك حتى كنحصلوا على يكون سائل خالي نهائيا من الحبيبات ديال الصابون، يعني تيكون ولا سائل. كنتاكدوا دائما بشي مغرفه، يعني ما يبقاوش يبانوا لينا نهائيا ديك الحبيبات ديال الصابون. وكنخليوه حتى كيطلع فيه الغليه واحد شويه وكنطفيو عليه، يعني بمجرد ما كيذوب لنا نخليوه واحد 5 دقائق ولا 3 دقائق غير تطلع لنا الغليه، وكنطفيو عليه وكنغطيوه، ضروري نغطيوه ونخليوه يبات ليله كامله. بحال دابا الا حضرناه في الليل في العشيه حتى الصباح عاد غادي نكملو، ولا الا حضرتوه في الصباح في العشيه غادي حتى يبرد تماما. هانتوما كتشوفوا بعد ما خليناه ليله كامله جينا لقيناه راه قصح شي شويه. كنشدو الطراب اليدوي وكنبداو نطربوه بيدينا بحال هكا حتى كيتطلق. في حالة ما الا مثلا نتوما قصح معاكم بزاف، الا جيتو لقيتوه قاصح بزاف وخا طربتوه بالطراب اليدوي ما تطلقش معاكم، ديك الساعات غادي تسخنوا واحد شي شويه د الماء وغادي تبقاو تضيفوا الماء حتى تحصلوا على القوام اللي بغيتو، يعني واش جاري بزاف ولا قاصح، ولا يعني كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. هنايا ممكن تضيفوا واحد نص كاس ديال هذا الكحول. هذا كيبقى اختياري، يعني ممكن ديروه ممكن ما ديروهش، يعني كنخففوه شي شويه. كيف ما قلت لكم معقم، راه في نفس الوقت صابون ومعقم لليدين. كيف ما تنعرفوا كندوزو هاد الظروف هادي بكورونا، يعني من الاحسن صاوبوه في الدار.
او ممكن تضيفوا في هذه المرحله كيف ما قلت لكم يعني الزيوت العطريه اللي عنده شي زيت ممكن يضيفو، فكتبقى الرائحه يعني كيكون مطهر ومعقم او معطر، يعني ثلاثه في واحد. صافي كنبقاو نخلطو نستمروا في التحريك حتى كنحصلوا كيف ما قلت لكم على السائل اللي بغينا، واش قاصح بزاف ولا جاري. المهم كل واحد وكيفاش كيفضل على حسب الاستعمالات اللي غادي ديروه. ودائما وغادي من بعد غادي نحصلوا على داك السائل اللي بغينا غادي نديروه في شي قريعات ومن بعد كنحتفظوا به. في حالة ما إلا جمد مع الوقت راه قلت لكم يعني كتستمروا في التحريك، ودائما إلا جمد لكم قصح لكم بزاف وبقيتو كتحركوا وما رجعش كما كان، ممكن انكم دائما تسخنوا شويه د الماء، واحد نص كاس الماء ولا كاس الماء، المهم على حسب كتبقاو تضيفوا الماء سخون حتى كتحصلوا على داك النتيجه اللي بغيتو. صافي دابا هنا كنعمروه في القريعات ديالنا وكيولي جاهز للاستعمال. ما كنحاولوا ما كنعمروش القراعي بزاف باش يصلح لنا نحركوه، يعني ملي غادي يكون ملي غادي يقصح لينا ولا يصلح لينا نحركوه باش نخويوه بسهوله. ملي عمرتوه ما غاديش يبقى لكم لي صباط في القرعه وما غاديش تحركوه بسهوله. صافي ها هو الصابون ديالنا دابا جاهز للاستعمال. كيف ما قلت لكم في الاول راه ممكن نديرو حتى جيل دوش، يعني بالنسبه للناس اللي كيبغيو يحضروا هادشي لراسهم كيبغيوش يشريو يعني كلشي جاهز من الزنقه بطبيعه الحال، لان كيضيفوا معاهم المواد الكيماويه بزاف كاينين شي مواد يعني راه كيضيفوهم راه مضرين بصحه الانسان. المهم حنايا ما امكن كنحاولوا نتفاداو الحاجه المصنعه. صافي كنغسلوا به يديداتنا عادي وبالصحه والراحه. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش علينا بلي لايك وبلي كومونتير ديالكم المشجعه. الى اللقاء، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. خليتكم على خير.